السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الغاليين، هل عمرك سألت نفسك ليه الإنجليزي الجمع فيه في جمع تكسير غير منتظم؟ الاشتقاقات فيه ملهاش انتظام قوي أو فيها اكسبشنز كتير. تعالوا نشوف إيه اللي أثر في تكوين اللغة الإنجليزية. ليه الإنجليزي بالشكل ده؟ تعالوا نشوف كده. يا ترى السبب إيه؟ السبب سبب تاريخي بحت. تعالوا نشوف مثال. أنا عندي مثلا أهوت، طبعا ده رسم تقليدي، تمام؟ Let's say that this is Africa and this is Asia and this is Europe. So this part of Europe is called Britain. تمام؟ عندنا كده the old world، العالم القديم، عندنا أفريقيا، عندنا Asia, we have Europe. تمام. علشان نفهم how did English أو how was English formed، ازاي الإنجليزي اتكون، لازم نفهم قصة صغيرة خالص. بداية الدنيا كلها في الإنجليزي إن السكان الأصليين في الجزيرة ده ما كانوش بيتكلموا إنجليش، كانت قبائل سموا بعد ذلك بالقبائل السلتية. طب الإنجليزي جه منين؟ تعالوا نشوف. أول حاجة إن كان عندي الإمبراطورية الرومانية، روم، أو رومان إمباير. الإمبراطورية الرومانية عملت إيه؟ كانت طبعا من ضمن القوتين العظمتين في العالم ساعتها، الفرس والروم. فالإمبراطورية الرومانية هنا كانت بتعمل انفيجنز، يعني غزو لبقية واحتلال اوكيبيشن لبقية الأرض حواليها. فعملوا إيه؟ راحوا رايحين على الجزيرة هنا، سواء كده أو راحوا لها عن طريق البحر. المهم راحوا هناك لقوا شوية رعاة، فارمرز، مش عارف، شيبردز، رعاة. فحصل إيه؟ إن هم ابتدوا ياخدوا منهم شوية وشوية تانيين يهربوا للمنطقة هنا مثلا اللي هي بقى بعد كده ويلز، والمنطقة اللي فوق هنا وبعض الجزر الصغنطوطة، وبقت عندنا سكوتلاند وأيرلند بعد كده وأيرلند. تمام. إيه اللي حصل بعد كده؟ الرومانز لما راحوا هنا كانت يوروب كريستيان، كانت مسيحية. فطبعا خدوا معاهم مبشر، أحد المبشرين اللي هو كان أوغسطين، وراح هنا يبشر بالمسيحية في الأرض هنا طبعا للسكان الأصليين، وفي نفس الوقت يساعد الرومان أرمي، الجيش الروماني. وطبعا الاحتلال هناك يبتدوا يقسموا مناطق زراعية صناعية، مش عارف كده الاحتلال بقى، تمام؟ فطبعا أول لغة دخلت عندي هنا، أول لغة دخلت كانت لاتين، اللغة اللاتينية اللي هي كانت the language of the Bible، لغة الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل. يبقى أول لغة دخلت في الجزيرة هنا كانت اللغة اللاتينية. طبعا الرومانيين هم أول من سموا الجزيرة هنا بريتن، سموها بريتن، ماشي؟ وسموا السكان بتاعها بريتونز، البريطانيين، كده الجزيرة على بعضها. طب بعد فترة إيه اللي حصل؟ جت قبائل من فوق خالص، من هنا مثلا، تمام؟ وهنسمي المنطقة دي دنمارك. المنطقة الدنمارك جه منها قبائل عامله زي المغول والتتار والحاجات دي، قبائل عامله بالظبط، هم اشبه ما يكون بالفايكنجز، الناس اللي بتلبس كده حاجات، تمام؟ الفايكنجز دول ايه اللي حصل؟ ابتدوا يتجهوا بقواتهم في كل ناحيه في اوروبا. طبعا دخلوا على المكان اللي جنبهم على طول هنا، وسموا المكان ده، اتسمى بعد كده جيرماني، اتسمى المانيا، جيرماني. طب كلمه المانيا جت منين؟ ان القبائل دي كلها كانت اسمها قبائل جرمانيه، وعلى هذا المانيا اتسمت جيرماني. هنلاقي بقى القبائل الجرمانيه دي عشان انتشرت في اوروبا كلها، هنلاقي اللغه الالمانيه قريبه من اللغه الايطاليه، قريبه من الفرنسيه، قريبه من الاسبانيه، قريبه من الانجليزيه. عشان كده شجره واحده اصلها قبائل جرمانيه. طبعا دخلوا كسروا في الامبراطوريه الرومانيه، وبعدين دخلوا هنا على الامبراطوريه الرومانيه هنا،
كمان احتلوا وسكنوا، وطبعا هم كان اكبر قبيلتين دخلوا هنا كان اسمهم انجلو ساكسونز. اول قبيلتين طبعا انجلو هيجي منها بقى الانجليش، انجلو انجلش اهو بقت انجلش، لغه الانج، وبعد كده لاند، ارض الانج اللي هم الانجلو، هم اصل اللغه الانجليزيه، وكانت اللغه الانجليزيه زمان لغه تقيله فيها اشتقاقات كتير للمثنى والمفرد والجمع ومش عارف المذكر السالم وبتاع كده، فيها حاجه تقيله قوي. طبعا ايه اللي ساعد ان اللغه الانجليزيه طبعا كده خلاص بقى عندنا لاتن وبقى عندنا انجلش. يا ترى ايه اللغه الثالثه اللي اثرت في الانجلش بقى نفسه؟ بعد فتره من فرنسا هنا جه في المنطقه دي كده تقريبا، كان منطقه اسمها نورماندي. طبعا في نورماندي اللي احنا عارفينه تمام بتاع ابن حميدو. من المنطقه هنا جه واحد اسمه ويليام ذا كونكرر، ويليام الغازي. ده الفرنساوي ده هو راح هاجم على الجزيره هنا بما فيها من القبائل الانجلو ساكسونز، وابتدت احتل المكان، وكانت اللغه الفرنسيه اللي هنحطها هو فرنش. اللغه الفرنسيه هي لغه علية القوم، وبدا التزاوج ما بين اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، فبدا اسقاط لبعض القواعد واستخدام لقواعد اخرى لغايه ما الانجليزي اتحول من اولد انجلش بتاع الانجلو ساكسونز للميدل انجلش لغه متوسطه في القرن 16، بعد كده لمودرن انجلش الانجليزي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي بالسهوله الموجوده فيها. كده فهمنا ليه عندي كلمه كرايتيريان كمفرد الجماعه بتاعها كرايتيريا. ليه فينومينال؟ ليه عندي نهايات مختلفه؟ لا عندي جمع مختلف، احيانا السبيلنج مختلف علشان الاصول اللي احنا بنتكلم عليها ديت. كده فهمنا ان في 3 لغات بتاثر في الانجليزي، لاتن وفرنش وانجلش، كاولد انجلش وميدل انجلش، ودلوقتي بقى مودرن انجلش. كده الكوكتيل بتاعنا اكتمل. كده فهمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.